يا صباح الخير، يومكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده وصفة سهلة جدا وسريعة، يعني تقدري تعتمديها كده غدا سريع لما تكوني مش عايزة تقفي في المطبخ كتير او مش عايزة تعملي مجهود كبير، وفي نفس الوقت عايزة تعملي غدا حلو وفيه بروتين وياكلوه كده وهم مبسوطين، فتقدري تعملي الوصفة دي. انا بصراحة كده مش عايزة اقول للوصفة دي اسم ولا عايزة اخليها تنتمي لبلد معينة، لان في الاخر بلاقي فيها خناقات كده في التعليقات، تلاقيهم بقى في التعليقات بيسيبوا تفاصيل الوصفة ويعلقوا على ان الوصفة دي لا دي مش من هنا، لا دي اصلها مش عارفه من بلد فين. ويا سلام بقى كمان لو قلت ان الوصفه دي بتنتمي مثلا لبلد معينه، وممكن تكون فعلا صح بتنتمي للبلد دي، بس نسكت؟ لا ازاي ما نسكتش. الاقي برضو في التعليقات، والتعليقات كلها من نفس البلد، يعني اخدين بالكم من نفس البلد اللي هي الوصفه دي بتنتمي ليها، يقولوا ايه صح بس احنا بنزود عليها كذا، او تعليق تاني يقولك فعلا صح بس احنا ما بنحطش كذا. وهو من الاخر كده، واللي المفروض احنا نفهمه يعني ان حتى لو الاكله دي بتنتمي لمكان معين، فالمكان ده تاكدي ان كل بيت فيه بيحضرها بطريقه مختلفه، بتركات مختلفه، باضافات مختلفه، بيشيل منها حاجات، يعني كل بيت فيها بياكلها بالطريقه اللي هو بيحبها، مش اللي المفروض عليها. مفيش حاجه اسمها المفروض، وخصوصا فعلا في الاكل، ان الاكل ده اذواق، انا باكله بالطريقه اللي انا بحبها مش اللي هي المفروض عليها. فانا بقى حبيت اريح الكل وهقول عليها رز بسمتي مبهر بلحم الماعز بس كده. يلا بقى نشوف الوصفه القمر البسيطه جدا دي عملناها ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقوم بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في حله على النار وحطيت فيها معلقتين زيت كبار، انا ما كترتش الزيت قوي علشان اللحمه بتاعتي فيها نسبه دهون عاليه، لكن لو انت اللحمه بتاعتك حمراء يعني ما فيهاش نسبه دهون كتير، فممكن كمان تزودي معلقه زبده او سمنه. ولما الزيت سخن نزلت عليه بجزرتين مبشورين، وهقلب فيهم شويه لغايه لما الجزر ده يدبل، علشان انا عايزاه كمان ينزل اللون بتاعه في الزيت، علشان الزيت ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما الجزر يدبل زي ما انتوا شايفينه كده، هاخد نص كميه الجزر دي واصفيها من الزيت كويس، وهشيلها في طبق على جنب. وعلى النص التاني من الجزر هنزل ببصلايه متقطعه على حلقات رفيعه، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. بس في المرحله دي انا عايزه البصل ياخد لون، يعني يكون متحمر شويه زي ما انتوا شايفينه كده، علشان ده اللي بيفرق جدا جدا في طعم المرقه وطعم الرز بعد كده. ولما البصل يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده، هنزل عليه بمعلقه كبيره من الثوم المفروم الناعم، وهقلبهم مع بعض شويه لغايه لما ريحه الثوم تظهر. وبعدين في المرحله دي لازم النار تكون عاليه علشان لما انزل باللحمه تاخد طبه. انا استخدمت لحم الماعز، ممكن تستخدمي اي نوع لحمه انت بتفضليه، يعني اي قطعيه في الوصفه دي بتكون حلوه جدا. وبعدين هحط شويه كده من التوابل الصحيحه، اللي هي ورق لورا، حبهان، قرنفل، كبابه صيني، نجمه اليانسون، قرفه خشب، ليمون مجفف. انا حطيت ليمون مجفف صحيح، وكمان كنت طحنه شويه كده وحطيت منهم نص معلقه صغيره. اما التوابل البودر بقى فهتكون معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، ربع معلقه صغيره من القرفه المطحونه، وبس كده. انا ما بحطش في الوصفه دي فلفل اسود، انا بعتمد على الكمون فيها علشان بيكون طعمها احلى. وهحط كمان قطعه كده من الجنزبيل الفريش علشان بيخليها حلوه جدا. واستخدمت كمان فلفل حار، قطعته كده لقطع صغيره، ممكن تستخدمي فلفل رومي، بس هو الحار بصراحه بيفرق جدا في طعم المرقه، وبعدين بيفرق طبعا في طعم الرز لان الرز بيعتمد على المرقه. وهقلب بقى اللحمه شويه مع التوابل الحلوه اللي احنا حطيناها دي، وهتشمي احلى ريحه. وبعد كده نزلت بعصير طماطم. الطماطم في الوصفه دي حسب رغبتك انتي بتحبيها قد ايه، يعني لو حابه الرز يكون لونه احمر شويه هتزودي عصير الطماطم. وحطيت كمان معلقه من صلصه الطماطم ممكن تستغني عنها، ومعلقه كبيره من هريسه الفلفل الاحمر الحلو دي اللي انا عملتها معاكم قبل كده وكنت مخزناها، لكن لو ما عندكيش طبعا ممكن تستغني عنها. وهغطي بقى الحله لغايه لما عصير الطماطم اللي انا حطيته ده يتسبك. وبعد ما الصلصه اتسبكت نزلت بالميه السخنه، وطبعا لازم جدا الميه تكون سخنه، ما ينفعش تنزلي بميه بارده، وارتفاع الميه يكون مغطي اللحمه علشان اللحمه تستوي كويس. وطبعا الملح بنظبطه في الاخر علشان ما ياخرش مده التسويه. ولما اللحمه تكون خلاص هتستوي بنظبط الملح بتاعها، ما تحطيش الملح في البدايه علشان اللحمه تتاخر معاكي في التسويه، الا لو هتستخدمي حله الضغط فلا، هتظبطي الملح من البدايه طبعا علشان ما بنفتحش عليها طول مده التسويه. هنا بقى لون الرز بعدين بيعتمد على لون المرقه اللي انتوا شايفينه ده، علشان كده بقول لكم لو انتوا عايزين عصير الطماطم اكتر فدي حسب الرغبه. انا عصرت 5 طماطميات بس ل 2 كيلو لحمه. علشان تاخدي احلى مرقه يا ريت تسوي اي لحوم على نار هاديه. بعد ما بنظبط الملح طبعا بنغطي عليها تاني وبنسيبها يعني 10 دقايق كده علشان تتملح ويكون طعمها حلو. هنا بقى في حاجه مهمه عايزه اقول لكم عليها،
عليها ان الوصفه دي كلها ممكن من البدايه تكون في حله واحده. هي الاسم الاشهر ليها اصلا وصفه الحله الواحده، يعني من البدايه خالص تقدري تعملي اللحمه في الحله اللي انت هتعملي فيها الرز. يعني لو انتوا بتحبوا تاكلوا اللحمه مسلوقه كده زي ما هي، يبقى هتنزلي بالرز البسمتي في المرقه على اللحمه وهتسويهم كلهم في حله واحده. لكن انا بقى بحب اعمل الرز في حله تانية علشان حاجتين. اول حاجه علشان احنا بنحب ناكل اللحمه وهي متحمره، يعني ما بنفضلهاش مسلوقه قوي خصوصا مع الرز البسمتي، لكن لو جنب الطبيخ طبعا عادي. تاني حاجه بقى ان الولاد عندي ما بيحبوش التوابل الصحيحه اللي بتكون في المرقه، فانا لو نزلت بالرز على المرقه كده وهي فيها التوابل دي ما بيحبوش ياكلوها وهي كده، فبضطر بقى ان انا اصفي المرقه من كل التوابل الصحيحه اللي فيها وبعدين اسقي بيها الرز، وبنكون اصلا احنا خدنا طعم كل حاجه يعني ما بقناش محتاجينها. وفي الحله اللي انا هعمل فيها الرز حطيت معلقتين كبار بس من الزيت علشان اشوح فيهم جزرايه مبشوره، لاني بصراحه بحب الجزر مع الرز البسمتي علشان لما بنشوحه في الزيت اولا بينزل اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده، فبيدي للرز كده لون طبيعي من غير لون زعفران ولا اي حاجه. تاني حاجه الجزر بينزل السكر بتاعه في الزيت فبيخلي الرزايه كده طعمها حلو. وانا تبلت الرز تاني بمعلقه صغيره من الكمون، انا بحب اعتمد على الكمون في الوصفه دي، ونص معلقه صغيره من الكزبره الجافه وربع معلقه صغيره من القرفه المطحونه، وكمان حطيت قرن فلفل حار كده علشان بيخلي الرز طعمه حلو. وبعد ما اقلب الرز واشوحه كويس جدا في معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم، يعني ما تستعجليش ابدا في الخطوه دي، تفضلي تقلبي في الرز كده شويه حلوين لغايه لما الرزايه كده لونها يتغير ويبقى فاتح. الخطوه دي مهمه جدا علشان الرز يطلع معاكي في الاخر مفلفل. وبعد ما اشوح الرز كويس جدا هنزل عليه بالمرقه، والمرقه طبعا لازم تكون سخنه وارتفاع المرقه يكون فوق الرز ب1 سم. وفي الاول هنسوي الرز على نار عاليه، بس في خطوه مهمه جدا ان الرز طول ما لسه فيه مرقه بتستمري في التقليب لغايه لما الرز يشرب المرقه كلها زي ما انت شايفه كده. بعد ما الرز شرب المرقه بتاعته حطيت على الوش الجزر اللي كنا شايلينه على جنب من البدايه، وهغطي بقى عليه واسيبه على نار هاديه جدا لمده 25 دقيقه، ما تفتحيش عليه ابدا. انا هنا بقى احمر اللحمه، بس زي ما قلت لكم الخطوات دي كلها اختياري. الوصفه دي ممكن تقف معاكي لغايه لما اللحمه تستوي، وهتنزلي عليها بالرز البسمتي المغسول والمنقوع لمده نص ساعه في شويه خل وشويه ملح، وهتسويه برده على نار عاليه لغايه لما الرز يشرب المرقه بتاعته، وبعدين هتهدي عليه النار والوصفه كلها هتبقى في حله واحده. لكن زي ما قلت لكم انا بحب احمر اللحمه. في الصينيه دي حطيت معلقتين سمنه بلدي، وحطيت على السمنه نص معلقه صغيره من لون الزعفران علشان اللحمه يطلع لونها حلو زي ما انتم شايفينه كده. وهتستمري بقى في التقليب على نار عاليه لغايه لما توصل للون القمر اللي انتم شايفينه ده. بالمناسبه طبعا كميه الرز هتكون حسب الرغبه، المهم ان لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من المرقه، وطبعا كل واحده حسب استخدامها للرز البسمتي المفضل ليها، يعني عارفه هو بيتنقع قد ايه، بياخد تسويه قد ايه. انا بنقع الرز البسمتي لمده نص ساعه في ميه دافيه، وبحط عليه معلقه كبيره من الملح ومعلقه من الخل وبس كده، وفي الاخر بيطلع بالشكل القمر اللي انتم شايفينه ده، مفلفل جدا. اما ريحته بقى مش قادره اقول لكم كانت قلب الدنيا. في خطوه هنا برده انا بحب اعملها ودي برده اختياري، ان بعد ما الرز بيستوي واللحمه بتتحمر باخد اللحمه وبحطها على وش الرز وببخرهم بالفحم. انا بحب الخطوه دي جدا زي ما قلت لكم، هي اختياري علشان عارفه ان في ناس كتير جدا ما بتحبهاش وما بتحبش تعمل خطوه الفحم دي وبتقول ان هي غلط، بس انا بصراحه بحبها. ما بعملهاش باستمرار، بس في وصفات كده ما بعرفش اكلها غير كده. وبس كده خلص الغدا بتاعنا، وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوه في حله واحده بس خليني اكون صريحه معاكم، اللحمه لما بتتحمر بتكون طعمها غير، اما بقى الرز واللحمه لما بتبخروا بطعم الفحم فالغدا بيروح في حته تانية خالص. عندك بقى مكسرات ممكن تحطيها على الوش، عندك بصل محمر تحسي كده ان انت بتاكلي برياني. وزي ما قلت لكم انا ما حبيتش اقول اسم للوصفه دي، انا شايفاكم تقولوا انتوا حسب ما انتوا شايفينها، لكن لو عايزين وجهه نظري فانا بصراحه شايفاها حاجات كتير. المهم انا عملت جنبها سلطه الدقوس، طبعا سلطه الدقوس مشهوره جدا جنب الرز البسمتي، وعملت جنبها كمان سلطه الرات الهنديه عملتها معاكم قبل كده في وصفه البرياني. سلطه الدقوس سهله جدا، انا ضربت في الكبه حبايتين من الطماطم وعليهم قرن فلفل حار، وكمان فصين من الثوم، ملح وفلفل وكمون، ومعلقه صغيره من السماق، معلقه كبيره من عصير الليمون، ومعلقه كبيره من الخل. ممكن تحطي كزبره خضراء لو انت عايزه. وعلى فكره بقى بما ان الوصفه دي كده ملهاش قاموس، فممكن تزودي الرز اي بهارات عندك، برياني، مندي، كبسه، عادي بقى براحتك، وفي الاخر صدقيني هتطلع حلوه جدا ومختلفه ومميزه. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، بس ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده تعملوا الخير النهارده اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.